النهارده ان شاء الله هناخد كلمات مهمه جدا 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 باللغه الانجليزيه، واكيد هتستعملها في مواقف كتيره جدا، واكيد سمعتها في احد المقابلات او البودكاستس باللغه الانجليزيه. السلام عليكم، الاخبار عاملين ايه؟ معكم محمد الهواري. النهارده ان شاء الله هناخد كلمات باللغه الانجليزيه، شويه كلمات صغيره مش كتير ولكن كلمات مهمه جدا. اول كلمه معانا هي كلمه overwhelming. يعني ايه overwhelming؟ overwhelming بتيجي بمعنى غامر، ممكن تيجي بمعنى مادي او بمعنى معنوي، ولكن في الغالب هي بتيجي بمعنى معنوي سلبي. لو جت بمعنى مادي مثلا the ship was overwhelmed with the waves. the ship was overwhelmed with the waves. طبعا مهم جدا ان انت تكرر معايا وتعمل shadowing، يبقى احد اهم الحاجات اللي هتساعدك ان انت تطور اللغه الانجليزيه. the ship was overwhelmed with the waves، يعني السفينه كانت مغمره بالمياه. ممكن تيجي بمعنى معنوي سلبي، ممكن تيجي بمعنى معنوي ايجابي، ولكن في الغالب هي بتيجي بمعنى سلبي. I was overwhelmed in the meeting. انا كنت مثقل في الميتنج، او ممكن تقول I was overwhelmed with a depression in the meeting. انا كنت مغمر بشعور الاحباط في الاجتماع. فهي ممكن تيجي بمعنى مادي، ولكن في الغالب استعمالها بيكون في المعاني المعنويه السلبيه. نيجي لتاني كلمه وهي كلمه underwhelmed. مثلا the performance of students were underwhelming. The performance of students were underwhelming. The performance of students were underwhelming. يعني أداء الطلاب كان مخيب للآمال. underwhelming بتيجي بمعنى مخيب للآمال. نيجي بقى لثالث كلمة معانا النهاردة وهي كلمة relent. relent. يعني ايه relent؟ relent بمعنى لان او ضعف او رجع في قراره. he was compassion، كان عاطفي، العواطف هي اللي اتحكمت فيه، ما كانش مثلا مثال، وطبعا بالمثال هيوضح اكتر بالنسبه لك المعنى. مثلا كانوا اتنين صحاب كانوا متخانقين، وواحد فيهم قرر ان هو مش هيرجع للتاني خالص، او واحده فيهم قررت ان هي مش هترجع لصاحبتها تاني. At the last her friend relented and came to visit her. At the last her friend relented and came to visit her. يعني صاحبتها لانت ورجعت ليها تاني. انت بتلين في قرار معين او في سلوك معين او في تصرف معين. نيجي بقى لرابع كلمة وهي الكلمة اللي عكس relent، وهي adjective اللي هي relentless. He was relentless. يعني ايه relentless؟ relentless يعني واحد واخد قرار بدون رجعة، واحد دماغه ناشفة زي ما بيقولوا، واحد متصلب في رأيه. مثلا he has a relentless commitment، هو عنده التزام متمسك بيه، التزام قاسي ما بيرجعش فيه، مفيش هوادة. او he has a relentless thoughts، عنده افكار متشدد لها او متعصب لها. ف relentless هتلاقيك ممكن تلاقيها مستعملة في حاجات كتيرة جدا، انه مفيش بلا رجعة. relentless. بس هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. انا عارف الفيديو صغير ومش كبير، ولكن احنا اهم حاجه عندنا الاستمراريه اللي هي الكونسستنسي مش الكميه، وده بسبب ضغط الشغل. فانا بحاول ان انا اوفر وقت ان انا اصور فيه فيديوهات، ولكن ان شاء الله الفيديوهات الجايه باذن الله هتبقى اقوى بكتير، وهتبقى فيديوهات اكتر احترافيه، لانه انا طبعا بعد انقطاع طويل جدا 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 عن اليوتيوب وعن التصوير، فالواحد يعني بيبقى لسه ما تعودش على طريقه الكلام، او على انه يستريح مع الكاميرا، او انه يبقى الكلام ما يتلحسمش فيه. فما تنسوش انك تدعمونا باللايك، بيفرق جدا جدا، وباشتراك. ولو انت تقدر تدعمنا ماديا فهتلاقي لينك منصه الباتريون تحت في خانه الوصف، عشان احنا نقدر نكمل او نحسن من جوده الفيديو. بس واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.